السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حابب احكي لكم قصه حصلت معايا من كام سنه كده، وهقول لكم في الاخر انا ليه بحكي لكم القصه دي. زي ما قلت لكم قبل كده، انا كنت شغال في شركه في العقارات في الريل استيت. قعدت فيها 8 شهور وبعد كده ما كملتش فيها. قعدت 8 شهور او 9 شهور، وبعد كده لقيت ان انا ما بعتش، قلت اكيد في مشكله يعني اللي جه في دماغي ان انا يا اما اسيب المجال خالص، يا اما اشوف ايه حاجه تانية، حته تانية اشتغل فيها يعني. فلقيت شركه تانية مقدمه فاتحه ان هي عايزه ناس. قدمت فيها، رحت عملت انترفيو، فدخلت معايا الاتش ار زي اي انترفيو بيحصل في العالم. اسمك، اشتغلت فين قبل كده، متخرج من فين، مش عارف ايه كل الكلام ده. بعد كده راحت قالت لي انت ليه مشيت من شركتك اللي قبل دي؟ قلت لها والله مشيت عشان انا ما بعتش. قعدت حوالي 8 شهور وما بعتش. قلت طيب انت ما بعتش ليه؟ قلت لها انا كنت بحاول اعمل اللي عليا على قد ما أقدر. يعني لو هقعد 10 ساعات 12 ساعه اشتغل مفيش مشكله، هعمل كولز لحد ما اجيب اخري 300 كول في اليوم، 350 400 مفيش مشاكل، بس ما توفقتش يعني. وانت عارفه اكيد في الاخر الموضوع رزق ونصيب والحمد لله يعني. فقالت لي طيب تمام، انا هروح كده وهرجع لك تاني. وبعد كده راح دخل واحد انا مش عارف مين يعني، هو ما عرفنيش بنفسه، هو ما قاليش هو مين، انا مش عارف هو سيلز ولا تيم ليدر ولا صاحب الشركه، مش عارف مين. دخل وما قعدش، فضل يتمشى في الاوضه وبيتكلم معايا وهو بيتمشى ومزولني يعني. انا مش عارف اركز في الكلام يعني. قعد بيتكلم معايا ازيك عامل ايه ومش عارف. اقول لي بقى انت ما بعتش ليه؟ قلت له نفس الكلام اللي انا قلته له يعني، بعمل اللي عليا وحاولت على قد ما اقدر وما توفقتش. قال لي عارف يا محمد، نولج ستار. هو قصده يعني ان انت طول ما انت عندك معلومات هتعرف تبيع، فانت ما بعتش عشان ما كانش عندك المعلومات. قلت له اه اكيد نولج ستار يعني، بس في برضه حته رزق ونصيب. انا حاولت اعمل اللي عليا وما توفقتش. لا نولج ستار. انا قلت ماله ده جاي سايكب عليا؟ قلت له ماشي، ما اكيد نولج ستار، بس في عوامل تانية بتفرق مع النولج. بتحتاج ان انت يعني الموضوع مش مجرد نولج يعني. لازم يقول لي لا نولج ستار، وانت اكيد كان عندك مشكله في النولج وهي دي اللي خلتك ما تتوفقش. انا بحكي لكم القصه دي عشان الجزء بتاع الشخص اللي دخل عليا اللي انا ما اعرفوش. ليه بقى؟ لان هو لما جه يتكلم معايا وقعد يقول لي نولج ستار والكلام ده، لما قعدت فكرت بعد ما خلصت الانترفيو لقيت ان هو لا، كلامه مش صح. ليه بقى؟ لان مش كل النولج ستار، مش كل المعلومات بتديك قوة. أنا وأنا في المدرسة كنت باخد معلومات عن المحيط الأطلنطي وجزيرة مش عارف إيه وجغرافية إيه وصخور إيه وأعشاب إيه وكلام. أنا النهاردة مش مستفاد منه ولا حاجة، ولا فاكر ولا هفتكره. المعلومات اللي بتديك قوة المعلومات التخصصيه السبيسيفيك. يعني انت شغال في مجال، فتمسك المجال ده تجيب المعلومات اللي فيه على قد ما تقدر. كل الناس عندها معلومات، بس ايه المعلومات اللي قادر يوظفها وقادر يستخدمها ان هو يستفاد منها. يعني انت مثلا شغال في مجال سيلز، عندك معلومات في الكوره، هل معلوماتك اللي في الكوره دي هتفيدك؟ مش دايما. لو الشخص اللي انت بتكلمه عايز تبيع له ده مهتم بالكوره ممكن تفيدك، لكن غير كده مش مهم، مش هتفيدك. انت شغال في مجال وعندك معلومات في مجال تاني مش دايما هتفيدك. المعلومات اللي فعلا بتديك قوه وبتفرقك عن اللي حواليك في المجال اللي انت شغال فيه، المعلومات الخاصه بالمجال اللي انت شغال فيه. وحتى لو انت عندك معلومات تخصصيه في المجال ده، لو انت مش عارف توظفها ومش عارف ومش مرتبها ومش مذاكرها ومش مجهزها، مش هتفيدك في حاجه. يعني مثلا انت يا عم اكتر واحد عندك معلومات في العقارات في الجمهوريه، مفيش طوبه بتتحط في مشروع انت ما تعرفش عنه. جيت والله كلمت واحد عايز تبيع له، قلت له كل المعلومات اللي عنده، فهو عمل ايه؟ فهو راح اشترى من غيرك. ليه؟ لان انت اديته كل المعلومات اللي هو محتاجها وما بقاش محتاجها خلاص. وانت هو عندك اقوى نولج في الدنيا. فهو الموضوع مش نولج بس، اكيد النولج مهمه جدا عموما في اي مجال انت شغال فيه، لكن مش نولج بس. ازاي تقدر تستخدم المعلومات دي عشان تفيدك في حياتك او تفيدك في شغلك، مش مجرد معلومات انت بتلمها وخلاص. يعني لو كملت معانا لحد هنا، حابب اشكرك طبعا على صبرك اول حاجه. وتاني حاجه، لو حد عدى الانترفيو غريب يا ريت يشاركوا معانا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.